بيقول نقطة مهمة جدا، وهي ان دي سياحة دينية. طيب وزير السياحة اللي طلع وقال لنا لا دي مش سياحة دينية، دي سياحة أثرية وسياحة شواطئ وسياحة أماكن مخصوصة ومعينة في مصر، والسائح لن ينتقل إلى أي مكان آخر. ده هنشوفه ونناقشه إن شاء الله بعد قليل. لكن إن هو بيقول لو قتلوهم الصوفية السلفية، أنت شفت حد من السلفيين أو حد من عموم الشعب المصري عموما يعني، أو التيارات الدينية تهجم على شيعي أو قتل شيعي؟ ده احنا لسه قايلين في بداية الحلقة إن الإخوة عندهم ما يثبت إن شخص من الأشخاص بيروج للفكر الشيعي، وإن ده عنده تسجيلات وهو بلسانه بيسب فيها الصحابة ويكفر أمهات المؤمنين ويسب السيدة عائشة ويتهمها والعياذ بالله بالزنا، ومع ذلك لم يتخذ، على الرغم من ان معروف مكانه معروف عنوانه وكل شيء معروف عنه، ومع ذلك الإخوة النهاردة زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة كانوا رايحين يقدموا بلاغ جماعي في مديرية أمن الجيزة، وبعد كده قالوا لهم ان ده مش اختصاصنا، راحوا على اسم شرطة العجوزة اللي هو محل سكن هذا الشخص. ففين بقى اللي قتلوا؟ وبعدين سمعنا كتير على أرض مصر زي حسن شحاتة. حسن شحاتة مش مدرب الكرة، حسن شحاتة واحد رافضي كان صوفي وتشيع، ومع ذلك بنجد ان وزير السياحة المصري دكتور هشام زعزوع بيصر على عمل اتفاقيات سياحية مع الجانب الإيراني، وبيقول ان هيصلنا من إيران 2 مليون سائح، من المتوقع ان يكون عندنا 2 مليون سائح، وبيقول ان الايرانيين او السائح الايراني بيصرف في اليوم الواحد 180 دولار في اليوم، غير السائح التاني اللي هو الاجنبي او اللي بيجينا من اي دولة اخرى. وبيقول ايضا ان السياحة هتقتصر على اماكن محددة، وفي الاخر اكتشفنا ان الكلام ده كله كلام اعلامي. وزير السياحة لما قال ان هيقتصر على اماكن معينة، وجدنا الشيعة موجودين في قلب القاهرة بيزوروا الهرم، بيزوروا المتحف المصري، والمفاجأة انهم راحوا على ساحة مسجد سيدنا الحسين وساحة مسجد السيدة زينب، ووجدناهم موجودين بالفعل في المسجد. طيب لما يقول الكلام ده وزير السياحة ونكتشف شيء آخر، ونكتشف ان القائم بالأعمال الإيراني بيقول لأ ده احنا ما عندناش اي حظر على وجود السواح الإيرانيين، السائح الإيراني يذهب كيفما شاء، وبعدين يرجع يقول وزير السياحة لا ده احنا عندنا تقنين للعملية وان العملية تحت السيطرة، يعني عندنا كنترول على وجود السائح الإيراني، ويطلع بعض الناس يقولوا انتوا ليه متخوفين اذا كان السواح هيروحوا اماكن معينة مش هيروحوا كل الأماكن؟ نكتشف إن هم بيروحوا كل الأماكن، وإن مصر مفتوحة على مصراعيها زي ما اتفتحت قبل كده لمحمود أحمدي نجاد رئيس الكيان الصفوي لما جه على مصر لحضور مؤتمر مجلس التعاون الإسلامي، ووجدناه أنه بيتجول في مصر كيفما يحلو له. من ساعة نزوله المطار ذهبوا إلى الأزهر، ثم ذهبوا إلى مسجد سيدنا الحسين، وذهبوا إلى السيدة زينب، وجدناه بيجول ويرتع في مصر كيفما يحلو له. من سمح لهم بهذه الأمور؟ ومن سمح للرئيس الإيراني رئيس الكيان الصفوي الإيراني أيضا سيسمح لشعب إيران، سيسمح للشيعة، سيسمح بالتواجد الشيعي في مصر. فبنقول رسالة لأولي الأمر منا اتقوا الله في شعب مصر. شعب مصر